وقد مضى من الشهر أكثر، ومقبلون بعد هذا الشهر على عيد الفطر، والعبادة المرتبطة بعيد الفطر هي صلة الرحم. وسنخصص الدرس اليومي والدرس المقبل إن شاء الله عز وجل للحديث عن صلة الرحم. وقضية صلة الرحم قضية خطيرة جدا، فمسألة صلة الرحم مسألة تتعلق إما جنة وإما نار، إما جنة وإما النار والعياذ بالله. وصلة الرحم المقصود بها الإحسان إلى الأقارب، أن تحسن إلى أقاربك وتحسن إليهم بأن توصل إليهم كل خير وتدفع عنهم كل شر. فإن كنت كذلك فأنت واصل برحمك، فأنت من الواصلين. الواصل هو المحسن إلى أقاربه الذي يوصل إليهم الخير ويدفع عنهم الشر، وعكسه القاطع. القاطع هو الذي لا يصل أقاربه، لا يصل رحمه. وصلة الرحم في الدين في الإسلام هي واجبة في الجملة، واجبة، وقطيعتها معصية من أكابر ومن كبائر الذنوب. القطيعة معصية من الكبائر والعياذ بالله. قطيعة الرحم من كبائر المعاصي والعياذ بالله. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن في أكثر من 10 مواضع يتكلم فيها المولى عز وجل عن صلة الرحم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي يبين فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وفضلها، ويزجر فيها عن قطيعة الرحم. فما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أن رجلا جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هذا واحد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. أولا هذا الرجل الذي سأل السؤال يبدو أنه رجل فهم الدين، يريد الجنة، ولكن يعلم أن الجنة لها عمل، وأن الجنة ثمنها غالي، ثمنها العمل والجد والصبر. فهذا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل، بيني أعمال نديرها باش ندخل للجنة. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أعطاه جملة من الأعمال، قال له: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الإخلاص في العبادة لله عز وجل، والتوجه بالعبادة لله عز وجل، وأن تقيم الصلاة وتحافظ عليها، وأن تؤتي الزكاة إن كنت من أهلها في وقتها دون تلاعب، وأن تصل الرحم. الشاهد في الحديث أن صلة الرحم عمل يدخل الجنة. صلة الرحم عمل من الأعمال التي تدخل الجنة. من أراد الجنة عليه بصلة الرحم. وقد جاء أيضا في حديث آخر عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة انجذب الناس قبله، وقد قيل: قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله. قال: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال:
الفجر لا نحسن حتى رد السلام فكيف بنشر السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالشاهد من هذا الحديث الشاهد في الحديث أن صلة الرحم عمل يدخل الجنة. صلة الرحم عمل يدخل الجنة وصلوا الأرحام قال تدخل الجنة بسلام. إذن هذا الحديثين بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم من أعمال الجنة، معنى أن الواصل لرحمه يدخل الجنة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العكس ما نقول على القاطع. إذا كان الواصل من أهل الجنة هذا يعني أن القاطع لا يدخل الجنة. نعم لا يدخل الجنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. هذا ثلاثة بين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ثلاثة ما يدخلوش الجنة. على رأسهم مدمن الخمر الذي مات وهو مدمن للخمر وللمخدرات والعياذ بالله ولم يتب من ذلك، وقاطع الرحم الذي قاطع لرحمه لم يكن من الواصلين لرحمه في حياته، قطع أرحامه والعياذ بالله ومات على ذلك. قاطع الرحم لا يدخل الجنة. ومصدق بالسحر الذي يأتي العرافين والمراقين والكهنة ومن أتاه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فمصدق بالسحر والسحرة لا يدخل الجنة. ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم قاطع الرحم، منهم قاطع الرحم. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أيضا، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. المقصود قاطع الرحم، قاطع الرحم لا يدخل الجنة، قاطع الرحم لا يدخل الجنة. وإذا قلنا لا يدخل الجنة هذا يعني أنه لا تشمله رحمة الله، بمعنى أنه مقطوع عن رحمة الله. واسمع إلى هذا الحديث الرائع والخطير في نفس الوقت. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذلق اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تعالى أنا الرحمن الرحيم، أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن نكثها نكثته. اسمع إلى هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة متمسكة بالعرش. شجنة الأصل في الشجنة هي عروق الشجر، وكأن الرحم لها عروق منتشرة بكثرة، ولكنها أين متمسكة؟ أين هي متمسكة؟ متمسكة بالعرش، متمسكة بالعرش. هذه الرحم متمسكة بالعرش. هذا يعني أنها أثر من آثار رحمة الله. الرحم أثر من آثار رحمة الله. وهذه الرحم تتكلم بلسان ذلق، بلسان فصيح، بلسان بليغ. وش تقول؟ تقول له اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وش يقول ربي سبحانه؟ فيقول الله تعالى أنا
لا تشمل قاطع الرحم. الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين يوم القيامة لا تشمل قاطع الرحم. مقطوع من رحمة الله. يقول ربي وإني شققت للرحم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن نكثها نكثه يعني قطعها، نكثها يعني قطعها. شتو قاطع الرحم لا تشمله رحمة الله الواسعة، فهو مقطوع من رحمة الله. فالرحم متمسك بالعرش تقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. جاء في حديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم متعلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. والله تعالى أعطاها لا تريد، فمن وصلها وصله الله بالبر والإحسان والخير والرحمة، ومن قطعها قطعه الله. فلا تشمله رحمة الله، لا تشمله رحمة الله، لا تشمله رحمة الله. هذا قاطع الرحم بمعنى مطرود من رحمة الله، والمطرود من رحمة الله ملعون. المطرود من رحمة الله ملعون. فهل عسيتم، اسمع إلى هذه الآية، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم. هذه هي الطرد من رحمة الله، هذه هي ما تشملوش رحمة الله. فهو مطرود من رحمة الله بمعنى عليه لعنة الله قاطع الرحم. ولهذا قلنا مسألة خطيرة جدا. فقضية صلة الرحم قضية جنة ونار، قضية جنة ونار. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أبو ذر الغفاري عليه رضي الله عنه، سيدنا أبو ذر هذا الرجل الصحابي الجليل الذي تعرفه السماء أكثر مما تعرفه الأرض. جاء مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع سيدنا جبريل على أطراف مكة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر طالب. قال عليه الصلاة والسلام، قال جبريل هذا أبو ذر طالب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو أهل السماء تعرفون أهل الأرض؟ قال أبو ذر يعرف أهل السماء أكثر مما يعرفه أهل الأرض. قيمة سيدنا أبو ذر. شوف سيدنا أبو ذر مش قال أوصاني خليلي، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. معناها وصية النبي لأبي ذر وما أدرك ما أبي ذر. وش وصاه النبي؟ قال أوصاني خليلي بأن لا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. قال لي لا تأخذك في الله لومة لائم، انطق بالحق ورضي ربي عز وجل ولو سخط الناس ولا تؤذي الناس بسخط الله. وقال أوصاني أن أصل الأرحام، أوصاني بصلة الرحم حتى وإن هذه الأرحام أدبرت عني، حتى وما جاونيش أهل الروح لهم. وهذه هي الصلة، وسنعرف ذلك في الدروس القادمة أن الصلة مش اللي يجيك تروح له، هذه ما هيش صلة، هذا مكافأة، هذا إحسان بإحسان. الصلة لا تكون الصلة إلا بعد القطع، ما كانش صلة إلا بعد القطع. وقت نقولوا صلة يكون قطع. فالصلة أن تأتي أن تذهب إلى من قطعك. قال أوصاني خليلي أن أصل الرحم وإن أدبرت. وجاء في حديث ما أخطره وما أعظمه وما أصعبه
فهي قضية جنة ونار، قضية رحمة وطرد من رحمة، قضية رضا ولعن، قضية عمل مقبول وقضية عمل مردود. إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحيم، لا يقبل عمل قاطع رحيم والعياذ بالله. جمع الزكاة هذه ما يجمع الآن وزكاة الفطر، وما يجمع في المسجد يبقى في المسجد ويوزع على فقراء الحي في أواخر الشهر إن شاء الله. فبارك الله فيكم، جودوا بأموالكم بهديكم. فهذه جمع زكاة الفطر